صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عقلية. لو اول مرة تشوفيني انا مزياد، ودي قناة يوميات عقلية بقدم فيها روتين اليوم العادي بتاعي. نبتدي كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وعلى ال سيد محمد وعلى اصحاب سيد محمد اجمعين. عاملين ايه يا ولاد؟ يا رب تكونوا في ادم صحة وفي احسن حال. شكل كده فيديوهات المزرعة كثرت الايام ديت، بقينا بنعمل اكل في الغيط كتير وبنفضل قاعدين في الغيط كتير. زي ما انتم شايفين يا ولاد، طبعا الفيديوهات اللي فاتت كلها انتوا شفتوا فيها يعني ان احنا كنا بنعمل بقى سمسم وبنقلع السمسم وبنحصده والحاجات دي كلها. جينا دلوقتي بقى وقت تنظيف السمسم. طبعا بننضفه كده. الست ام ايه بتيجي تنضفونا زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي حرفة شغلة محدش يعرف يعملها الا هي، او يعني اللي متعلمها اللي عارفها يعني. بتخلي الترابة لوحدها والطينة لوحدها، وتطلع السمسمية زي ما انتم شايفين كده، نظيفة فلة شمعة منورة. طبعا احنا بناخد لنا يوم او حاجة في على حسب الكمية اللي عندنا يعني. شايفين الترابة. وطبعا السمسمية الناشفة اللي هي مش حلوة بتطلع برضو معاها. لازم ننضفه كده الاول عشان لما نيجي نبيعه او نستخدمه يبقى نضيف، يبقى مفيهوش عفش ولا اي حاجة، بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الدهب الاصفر يا ولاد؟ هو زي البرسيم كده يعني، هو لونه حتى في العمايل في تنظيفه احنا بننضف برضو البرسيم كده. هو بيبقى كده. وطبعا السمسم ده احمر مش ابيض. شايفين الدهب الاصفر؟ حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بقى شجعوني واعملوا لايك عشان ابقى اعمل لكم من السمسم ده طحينه، وازاي تعرفي تعملي الطحينه في البيت وبالكميه اللي انت عايزاها بالسمسم ده. مش احنا زارعينه وحاصدينه ومظبطينه، فاحنا هنكمل معاه للاخر، وكمان نطلع منه حاجه ناكلها. ما احنا بقى مش هنقضيها بس كده نتعب فيه في الارض وننضفه ونظبطه وما نستفادش منه بحاجه. لا، احنا هنستفاد وناخد نعمل طحين. جينا بقى هنا يا ولاد، زي ما انتم شايفين كده انا كنت هعمل اكل تانية خالص، بس رجعت في رايي قلت طالما هعمل اكل في المزرعه او في الغيط فاعمل اي حاجه في الفرن. وطبعا اي حاجه في الفرن، الاكله المفضله المحبوبه للعيله بتاعتنا هي بطاطس بالفراخ بالاجنحه باي حاجه. هتقولي لي بقى ايه الرقب ده؟ انا يا ولاد لما مثلا مش بنبقى بنجيب الفرخه مثلا ومش بياكلوا الرقب، او بحوش كل رقبه كده من الفراخ اللي انا بجيبها واحوشها في الفريزر. تمام. او ممكن تشتريها عادي يعني من عند اي بتاع فرخ. يعني مش شرط ان انتي تعملي صينيه البطاطس بفرخه يعني سليمه، او اجنحه، او حتى وراك. لا، انا بعملها باي حاجه زي ما انتم شايفين يعني. لو في كبد وقوانص اعملها، لو في لحمه مفرومه بعملها. فاحنا بنعمل صينيه البطاطس باي حاجه زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى واحنا قاعدين طبعا نشتغل. ابو زياد جاب البرسيم، طبعا لا مؤاخذه يعني بياكل البهايم او المواشي على حسب بقى. تمام. آه، الجو كان عمال بقى هوا ورعد وبرق شايفين النخل والشجر بيعمل ازاي. فطبعا ايدينا في كذا حاجة. بحضر الاكل جنبي، واقفة مع الست اللي بتعمل الحاجة اللي بتنظفها. تمام. انتوا خلاص حفظتوا بقى انا بعمل الرز المعمر ازاي وبيبقى طالع معايا عامل ازاي. انتوا خلاص حفظتوها يعني من كتر ما احنا بناكل رز معمر او رز مدسوس في الفرن. فانتوا خلاص حفظتوا يعني احنا شغالين ازاي او انا بعمله ازاي. هي دي يا ولاد الاكله المفضله بالنسبه لنا طالما هنعمل اكل في الفرن او اكل في الغيط عامه يعني. حطيت السمنه وسبته مع نفسه كده، وفضلنا بقى برضو قاعدين ابص بقى على المواشي شويه خلصوا اكل ولا لا. مش عارفه احط لهم شويه يعني بما اننا بقى في الغيط لسه قاعدين. فطبعا الشغل ما بيخلصش زي ما انتوا عارفين.
كنا هنا بقى خلصنا شوية، يعني كان جه ميعاد الغدا، فحطيت الغدا زي ما انتم شايفين كده. ويا سلام بقى على الرز، هو لسه طالع، بصوا لسه البخار، يعني ما استنيتش عليه عبال ما يهدى كمان. الصينية البطاطس طعمها تحفة، ما تقوليش عاملاها بديك رومي من شوية الرقب دول، حاجة زي بصوا في منتهى الجمال. ساعات اصلا العيال مش بياكلوها، تمام، او بياكلوا المنابه يقوموا سايبين الرقبة دي، فالرقبة دي ما بتتحوش واحدة على واحدة على واحدة، تعملوها في صينية بطاطس هتتاكل في البطاطس بالطريقة وتخليها حلو. احنا هنا كنا اخر النهار، شايفين الجو كان عامل ازاي، كان هيشتي، وبصوا هوا بقى ورعد وبرق وكل حاجة. احنا كده يا ولاد خلصنا اليوم بتاعنا، او خلصت الفيديو بتاعنا يعني. لو وصلتوا حد هنا اعملوا لايك، وبحبكم ومع الف سلامة.